السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جبت لكم وصفه خطيره للحمل باذن الله. وصفه غادي تنقيكم من البرد، اي مشكل عندكم في المهبل ديالكم، الحكه، الرائحه الكريهه، اي مشكل غادي تخلصوا منه بهاد الوصفه هذه ان شاء الله. تبعوا معنا لا فيديو من الاول حتى الاخر، ما تزابيوش، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوناش بواحد لايك وكومونتير زي بحالكم فضلا وليس امر. اول مكون عندنا هنايا الخزامه، ومن الاحسن الخزامه تكون جديده البنات. انا هنايا عندي شويه الخزامه قديمه، جيبوا البنات الخزامه جديده. ثاني مكون واللي هو الفاخر. غادي هاد الفاخر البنات غادي نديرو فوق النار يزند مزيان حتى يولي حمر. انا كنستعمل هاد النوعيه هادي، نتوما تقدروا تستعملوا اي الفاخر، داكشي كيبقى اختياري ديالكم. انا كنفضل هذا دغيا كيشعل. المهم هاد الوصفه هادي راها غزاله وغترحموا لي عليها الوالدين باذن الله. غير استعملوها، راها غادا تنقيكم مزيان 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 البنات. حتى الناس اللي عندهم السيلان المهبلي، كيعانيو من السيلان المهبلي، هاد الوصفه هذه ما غتخلي لك لا سيلان لا حتى شي مشكل باذن الله. هنا جبت هاد المبخره هذه الصغيره وبدلتها في هذه الكبيره. نتوما من الافضل يكون عندكم شي مجمر صغيور. هنا حطيت شويه ديال الخزامه لتحت، درت فوق منها ديك الجمره، وغنزيد فوق منها الخزامه بهذه الطريقه هذه. وغادي نلبس شي عبايه اللي هي تكون واسعه، وما تكونوش لابسين الملابس الداخليه بهذه الطريقه صافي. وغنبقاو واقفين، غنحسوا بديك السخونيه كتطلع معنا لمده ديال 5 دقائق البنات. عرفتوا البنات ملي غديروا هاد الطريقه هذه راكم غادي ترتاحوا لواحد الدرجه ما كتصورش، وبصحه وراحه، والله يجيب لكم الشفاء. هاني كنعاود معكم الطريقه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.